كيبدا الفيلم ديالنا بعائله عاديه في واحد الولايه في ميريكان. هاد العائله كتكون من الاب سميتو جيري والام سميتها كارين، وعندهم جوج بنات. جيري خدام محقق في الامم المتحده، ولكن حبس من الخدمه شحال هادي، وهما دابا غاديين باش يشريو كادو لبنتهم اللي عندها عيد الميلاد، وواقفين بطونوبيلتهم حيت زحام في الشارع كيف ديما. هنا جيري شعل الراديو وسمع انه كاين فيروس كينتشر دابا، وهذا الفيروس انتشر في شي دوله، وشاف في المرايه وبانت له الحركه غريبه في الشارع، والبوليسي ديال الطريق صايق الموتور وهرس له المرايه ديال طونوبيلته. داك الساعه هجم جيش كبير ديال الزومبي على الناس وبداو يعضوا فيهم، واي واحد عضوه كيرجع زومبي في واحد المده قصيره اللي هي 12 ثانيه. جيري شاف كاميو غادي كيدخل في الطوموبيلات وهو تبعو حيت فتح له الطريق، ولكن في التالي دار قصيده. جيري خرج عائلته من الطوموبيل وخداو طوموبيل كبيره مشاو بيها، ولكن بنته منين شافت هاد الشيء شداتها ازمه في صدرها حيت مريضه بالضيقه، وهما كانوا نساو الصاك اللي فيه حوايجهم والدواء ديال بنتهم. فمشاو وقفوا حدا واحد السوبر مارشي باش يجيبوا الماكله والدواء لبنتهم، وشافوا الناس كامله كتخاطف تما على الماكله وكيديو كل شيء. دخلوا هما للسوبر مارشي باش يديو شنو خاصهم، ولكن كانت واحد العصابه تما لداخل كتشفر الفلوس من الناس، وشدوا كارين مرض جيري باش ياخذوا الفلوس اللي عندها. تما شافهم جيري فبداو يضربوا عليه بالسلاح. جيري قتل واحد فيهم وخدا العائله ديالو وهرب. جيري دا عائلته لواحد العماره قريبه للسوبر مارشي، وعيط لواحد صاحبه مسؤول في الامم المتحده وطلب منه تجي شي طياره تديه هو وعائلته. فجاوبوا صاحبه طياره كاينه، غير هي غادي تعطل شويه، عاد غادي تجي لعندك. جيري قال له صافي نسينا، ومشاو داك الساعه لدار واحد العائله صبليونيه وما عرفوش يهضروا معاهم بسبب اللغه، ولكن من ظهرهم عندهم ولد كيهضر لونجلي وقدر يترجم لجيري وعائلته الهضره. جيري كان باغي يقنع داك العائله الصبليونيه يمشيو معاه، ولكن هما ما بغاوش. فقال لهم الا باغيين تعيشوا وما تحولوش لزومبي ما خاصكمش تبقاو هنا. واخا هكاك الاب في داك العائله ما وافقش، والنهار الثاني في الصباح جيري وعائلته طلعوا للسطح باش يركبوا في الطياره، ولكن كان بزاف ديال الزومبي قريب لداك الدار وهجموا عليهم، والزومبي الاخرين هجموا على العائله الصبليونيه وتحولوا لزومبي. جيري وهو كيقتل الزومبي طاح الدم ديال الزومبي على وجهه وحلقه، فمشى كيجري للحرف ديال السطح د العماره باش الا تحول يطيح من السطح ويموت، وبقى كيحسب ل 12، ولكن لحسن الحظ ما تحولش لزومبي وما وقع عليه والو، وبداو يجريو عند الطياره، والزومبي حتى هما كيجريو موراهم وقدروا يعتقوا راسهم منهم ويطلعوا للطياره. الطياره دات جيري والعائله ديالو للاسطول د ميريكان اللي في البحر، وجلسوا في واحد البيت صغير في داك الاسطول، وكانوا تما بزاف ديال الاطباء والعلماء اللي مشغولين بهاد القضيه ديال الزومبي ودايرين جهدهم كامل باش يلقاو شي علاج لهاد الفيروس. واحد العالم سميتو اندرو وهو عالم ديال الفيروسات كان كيقول لهم هاد الزومبي سببه واحد الفيروس، وخاصنا نقلبوا على منين جا باش نلقاو ليه الفاكسان، والا ما عرفناش منين جا راه ما غاديش نخرجوا من هاد الكارثه. وهنا جا جينيرال في العسكر ديال ميريكان عند جيري وقال له خاصك تمشي مع العالم اندرو حيت جيري محقق قديم وعنده خبره ديال العسكر. تما جيري تردد وقال لهم انا حبست الخدمه وما باغيش نرجع لها. فجا تما داك صاحبو اللي مسؤول وقال له الا مشيتي مع اندرو غادي نخليو عائلتك مامنه معنا هنا. فما كان عند جيري تا حل من غير يوافق يمشي معاهم باش عائلته تبقى مامنه. الرحله كانت لكوريا الجنوبيه حيت الفيروس الزومبي بان اول مره في كوريا الجنوبيه، ومنين هبطت الطياره في كوريا وتفتح الباب نزلوا منها، ولكن الزومبي هجم عليهم. العالم اندرو خاف ورجع للطياره، تما زلق وطاح على راسو ومات، والصوت المجهد ديال الرصاص خلى الزومبي يجيو بزاف لجهتهم، ولكن داك المجموعه د العسكر اللي معاهم قدروا يقتلوا داك الزومبي ودخلوا للقاعده د العسكر. هنا جيري عرف ان الصوت اللي مجهد كيخلي الزومبي يجي لجهته، والا بغاو ما يوقع ليهم والو خاصهم ما يهضروش مجهد وما يديروش الاصوات. موراها جيري مشى عند واحد كان خدام في المخابرات الامريكان وهو دابا في الحبس حيت كان كيهرب السلاح لكوريا الشماليه. وكوريا الشماليه منين وصل عندهم الفيروس داروا واحد الطريقه وهي يحيدوا السنان ديال الناس اللي ما تحولوش باش ما تنتقلش العدوى ديال الزومبي بيناتهم، وهذا الشيء قالوا ليهم هذا اللي مشدود. موراها قرروا يمشيو لفلسطين حيت الاسرائيليين بناو سور كبير قبل ما ينتشر الفيروس ديال الزومبي في العالم، وهذا الشيء كيعني انهم كانوا عارفين هذا المرض قبل ما ينتشر. في هذه الوقيته جيري والفريق اللي معاه خرجوا من القاعده د العسكر ومشاو بالبيكالات باش ما يديروش الصوت، ولكن هنا كارين بان لها تعيط في التليفون ديال جيري. الصوني ديال التليفون خلى الزومبي اللي تما يهجموا عليهم، ولكن قدروا يهربوا ويطلعوا للطياره. هنا جيري وصل لفلسطين وتلاقى بالرئيس ديال الموساد وبدا يسولو على هذا السور الكبير اللي بناوه.
فجاوبوا وصلتنا رسالة من عسكري هندي قبل 11 يوم وقال لنا فيها الهند بداو كيواجهوا الأرواح الميتة والهند في خطر، وحنا داك الساعة درنا أطونسيو وبنينا هاد الصوت. ومن الداخل ديال هاد الصوت كاين العرب واليهود وكانوا كيحتفلوا بالسلام العالمي. وحده فيهم قبضات الميكروفون وبدات كتغني، وجات وحده اخرى حتى هي بدات تغني معاها، والصوت كان مجهد بزاف. وهذا الصوت جذب الزومبي كاملين اللي مور السور وبداو يطلعوا على بعضياتهم باش يطلعوا في السور، وقدروا يطلعوا. تما الزومبي بداو يهجموا عليهم والبشر كامل هربان. في هذا الوقت جيري شاف واحد الدري فيه السرطان والزومبي دايزين من حداه وما كيهجموش عليه، وكان تا واحد الراجل كبير فيه السرطان والزومبي ما كيقيسوش. جيري قدر يهرب مع واحد العسكريه اسرائيليه للمطار، ولكن وهما في طريقهم واحد الزومبي هجم عليهم وعض العسكريه من يديها بالزربه. جيري لحقها وقطع ليها يديها المعضوضه قبل ما ينتشر الفيروس في دمها، وحزم ليها يدها وبدا يحسب ل 12 باش يتاكد انها ما غاديش ترجع زومبي. موراها طلعوا في الطياره. جيري عيط للمسؤول وقال له ورينا اقرب مركز ديال الصحه العالميه. المسؤول ورا للبيلوت البلاصه فين كاين المركز ديال الصحه باش تهبط الطياره في داك البلاصه، ولكن في هاد الوقيته كانوا كاينين شي زومبي في الطياره وهما حدا الباكاج ديال الناس اللي مسافرين. المضيفه حسات بشي حركه كاينه في الطياره، ومنين مشات فتحت الباب هجموا عليها الزومبي وعضوها. الفيروس بدا ينتشر في الطياره والناس بداو يرجعوا زومبي. هنا جيري ما كان عنده حتى شي حل، فرما قنبله يدويه في الطياره ودارت فتحه، والريح بدا يجر الزومبي لبرا ديال الطياره. ووجد جيري راسو حيت الطياره خاصها تهبط قبل ما تفرقع، وهبطات الطياره بالجهد مع الارض. جيري دخلت له حديده في كرشو، والعسكريه الاسرائيليه عاوناتو باش يمشي للمركز الصحي، ولكن من قوه الحريق جيري سخف وطاح. الاسطول البحري الامريكان عيطوا لجيري ولكن بلا فايده، ما كيجاوبش، وقالوا صافي راه مات بسبب الطيوح ديال الطياره مع الارض. فقرروا يجريو على عائلته على برا ديال الاسطول البحري ويديوهم لواحد المدينه قريبه. ومن بعد 3 ايام على هذا الشيء جيري فاق وشاف كرشو مغرزه ومداويين ليه الجرح اللي كان فيها، وعيط لمراته ولكن جاوبوا المسؤول وقال له حسابنا انت متي وحنا دينا العائله ديالك بعيد على الاسطول. منين هدنات القضيه جيري بدا يهضر مع الاطباء في ذاك المركز الصحي، وتما قال لهم انا شفت الدري وشيباني فيهم السرطان والزومبي ما قربش ليهم بحال اللي ما كاينينش. وقال لهم انا تاكدت تما ان الزومبي كيعرفوا الناس اللي مرادين بامراض خطيره، وداك الشيء علاش الزومبي ما كيهاجموهمش حيت هاد الناس ما غاديش يعاونوا الفيروس ينتشر. وطلب جيري من الاطباء يديروا في الجسم ديالو شي مرض ولا فيروس يكون كيقتل ولكن يكون عنده الدواء. الاطباء وافقوا على هاد الفكره، ولكن البلاصه فين كاين الفيروسات حداها الزومبي بزاف. فقرر جيري يغامر ويمشي للبلاصه واخا هكاك. موراها مشى وبدا يقتل الزومبي بصعوبه، ولكن في التالي وصل للبلاصه ديال الفيروسات. وهو كيقلب القراعي ديال الفيروسات شاف زومبي واقف حدا الباب. وفي هاد الوقيته جيري ما عنده حتى شي سلاح باش يدافع به على راسو من الزومبي، وما عنده حتى شي حل من غير يدق الفيروسات في ذاته. فاختار وحده من الفيروسات اللي ما عارفش حتى شنو هي ودقها في ذاته ومشى فتح الباب للزومبي. الزومبي ما داهاش في جيري منين شم ريحته وما قربش ليه، فخرج جيري وبدا غادي وسط الزومبي، والزومبي والو ما كاينش اللي كيقرب ليه. ومنين وصل عند الفريق ديال الاطباء عطاوه الفاكسان للفيروس اللي دقو في ذاته. وموراها مشى جيري عند عائلته وتلاقى بهم، وبداو الدوال كيصنعوا الفاكسان اللي ضد الفيروس ديال الزومبي. والناس خداو اللقاح والزومبي ما بقاش كيقرب ليهم، والدوال بداو يقتلوا الناس كاملين اللي تحولوا، وهكا قدروا يغلبوا الفيروس ديال الزومبي وسالاو معاه. وهنا تسالى الفيلم ديالنا.